هلا بنات، طبعا اليوم الفيديو راح يكون عن هذا البرنامج. طبعا نزلته ومسحته بس حتى أراكم شلون تستخدموه. كلش حلو، يعني يخلي اللوحة مال الكتابة بشكل يعني غير. راح هسه انزله قدام الشاشة حتى أراكم شلون تسووه. أنا أول شي ما عرفت أسويه بس بعدين عرفت أسويه طبعا. شنو هاي راح نكتب هنا. هاي أكثر ملصق أحبه. بعد ما تنزل من تنزلها ما أرجعلكم. بس المشكلة بهذا البرنامج إنه إذا أنتوا عندكم ملصقات أو سمايلات تروح، يعني ما تبقى بهذا البرنامج. وإذا أعرف هم أكتب أو أقول، بس أعتقد أكو، لأنه بس هسه نشوف. وهسه طبعا نزل الهندس فتح. بس خلينا نعمل الخطوة الأولى انتقال الآن. أوكي طبعا لا ندوسوا دقيقة هذه الأخير كلمة، ندوس موافق، ندوسون الرجوع. تمت الخطوة الأولى. الخطوة الثانية عربية تدوسون. سوينا الخطوتين، نختار الشكل اللي احنا نريده. مثلا دقيقة آخر الإعلان، نختار أي شكل نريده. هذا الشكل يعني نقول لك لا دقيقة هسه هذا ما متوفر، يعني اللي احنا ننزله عليه علامة مال التنزيل. راح اختار مثلا اخليه هذا. صارت هيك، بس طبعا اكو شغلات ما بيه، مثل ما بيه ملصقات. ونقدر احنا نختار الصورة اللي جوا. راح اختار الصورة اللي اريدها انا. تدوسون مخصص وتدوسون هذه الكاميرا وتختارون الصورة اللي تردوها تخلوها جوا الكتابة. ونختار الصورة نكبرها ونصغر كيفنا. ندوس تم جاري حفظ الصورة. صارت هيك كتابتنا، نقدر نطوخها هيك، بس هيك خليها تطلع حلو. حفظوا تطبيق طبقت صارت يعني. هسه اذا اروح على سوق بلاي او على مثلا اي شي، راح اروح على اب تويد. مثلا شوفوا صارت الكتابة، بس لي فوق ماكو ما بس هنا من هذا نغير، مو هيجي من هنا هذا. وماكو صار انه رموز او شي. ومن هاي الارقام ظلت كل شي. مثلا نكتب ماي بلاي هوم هيك صار. بس شلون توخرون هاي بعد ما اعرف. انا هم هيك حاولت، بس سويت مسحته ونزلته من جديد. وهذا هو البرنامج، وتلقون رابط البرنامج بصندوق الوصف.